أكلة سهلة وبسيطة واقتصادية، بطاطس بالصلصة. عايزة اقول لكم بقى طعمها جميل وخفيف وخفيفة جدا، واخف من المسقعة. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هعمل معاكم البطاطس بالصلصة. زي ما انتوا شايفين معايا بطاطس حوالي كيلو وربع، ومعايا صلصة كمان، طماطم مضروبة في الخلاط، والبطاطس مقطعاها صوابع سميكة شوية مش رفيعة قوي، وحطيت عليها الملح. طبعا غسلاها وحط عليها الملح، وهنبدأ ان احنا بقى نحمرها. معايا زيت على النار، طاسة فيها زيت على النار، تمام. وهنبدأ نحمر في البطاطس بتاعتنا. هنحمرها بس هنطلعها اللون بتاعها فاتح شوية. زي ما انتم شايفين بقى كده هنسيبها تتحمر، وهنعمل الصلصة بتاعتنا. عايزة اقول لكم بقى الاكلة دي سريعة جدا وما بتاخدش وقت خالص. حلة على النار فيها شوية من الزيت، حوالي 3 معالق كده او معلقتين من الزيت، وهنزل بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم. الاكلة بقى دي يعني في وقت زنقة بقى كده، ووقت انا حابة اعمل حاجة اقتصادية وسريعة، بروح عاملة الاكلة دي. وبصراحة ولادي بيحبوها جدا. لو جربتيها هتحبي تعمليها اخف من المسقعة، يعني هما بيفضلوها احسن من مضيف بقى بدنجان وفلفل والكلام ده. تمام. هحمر بقى التومة لحد ما توصل معايا للون الذهبي كده بالشكل ده، وهنزل بالطماطم. انا عاملة كيلو طماطم ضرباهم في الخلاط ومصفياهم، يعني كيلو البطاطس بحط له كيلو طماطم متصفية. هحط بقى الملح بتاعي، طبعا الملح حسب الرغبة، وهسيبها تتسبك شوية. هنا رشة من السكر عشان بتعادل حموضة الطماطم، وهغطي عليها واسيبها لحد ما تتسبك شوية. وهنا البطاطس بتاعتي بالشكل ده، شايفين انا مطلعها بيضة شوية متحمرة، بس مش متحمرة قوي، يعني مش بنشف البطاطس. لو لسه اول مرة تشوفيني وما اشتركتيش في القناة، فضلا منك اشتراك للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعارات بوصفاتنا وكل جديد منا، ولايك للفيديو، وتعليق حلو بقى منكم كده، تعليق تشجيعي عشان الفيديو بتاعنا يترفع. هنا بقى الطماطم الصلصة بتاعتي اتسبكت. طبعا انا مش عايزاها تنشف قوي، يعني مش عايزاها تتسبك لدرجة ان هي تنشف معايا، انا عايزاها تبقى صيصة كده زي ما انتوا شايفين، اتسبكت بس مش قوي. تمام. هحط بقى البطاطس. هنا الاول هحط ربع معلقة صغيرة من الكمون، ما بحطش اي توابل، هو كمون بس. هجيب بقى البطاطس بتاعتي اللي حمرتها، تمام، وهنزل على الصلصة. قولولي بقى كمان برضو في التعليقات لو الصوت بتاعي واطي، قولولي الصوت واطي ولا مظبوط، عشان في ناس بتقولي واطي وانا كمان لما بتفرج على الفيديو بلاقي صوتي كويس، يعني مش واطي قوي، بس في ناس بتقول ان هو الصوت بيبقى واطي ومش واضح. سبتها 10 دقايق، يعني حطيتها في الصلصة وسبتها 10 دقايق، بتشرب بقى كده بالشكل ده. وهنا قدمت طبقنا زي ما انتم شايفين، بقى ريحة وطعم جميل جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، واكلة سهلة وبسيطة وسريعة كمان.
وطبعا مش مكلفة قوي. مش كل يوم بقى هناكل في لحوم والكلام ده كله. طبعا ايه، لازم كده يوم في الاسبوع يكون حاجة اقتصادية وخفيفة. طبعا بقى بتقدمي معاها زيتون، بتقدمي معاها فلفل، بتقدمي معاها لفت، زي ما تحبي. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وانتظروني في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله.